يا أهلاً بكل مواليد وطوالع برج الميزان. النهاردة في حدث فلكي كبير بيغير اللعبة تماماً. كوكب الزهرة اللي هو الكوكب الحاكم ليكم بيتحرك ويسيب برج الحمل والبيت السابع، وبيدخل حالياً لبرج الثور في بيتكم الثامن. وعشان الميزان هو أصلاً تجسيد لطاقة الزهرة، فدخول الكوكب ده للبيت الثامن معناه إننا داخلين منطقة العقرب العميقة، منطقة التحولات الكبيرة، التطهير والتغيير الجذري. السؤال المهم هنا، هل أنتوا مستعدين للتحول ده ولا لسه خايفين من المواجهة؟ الفترة دي ممكن تمشي في طريقين. من ناحية إحنا عارفين إن الفترة اللي فاتت كانت صعبة جداً بوجود الزهرة مع زحل ونبتون في البيت السابع، وده تسبب في مشاكل وضغوط في العلاقات والارتباطات خلت كتير منكم يحس بالإرهاق. والنهاردة دخول الزهرة للبيت الثامن بيطرح سؤال جوهري: هل نقدر نداوي الجروح دي ونبني ثقة وأمان من جديد، ولا الوقت جه عشان نحسم الأمور ونخلص من كل الارتباطات السامة؟ البيت الثامن هو بيت الموارد المشتركة والتحولات العميقة، وده معناه إن في تغيير شامل هيحصل على مستوى الروح، النفس وحتى المادة. الجانب الإيجابي والمثير هنا إن الزهرة في البيت الثامن بتجيب معاها بركات ومكاسب من الآخرين. لو في شراكة ممكن الشريك يبدأ يحقق أرباح أكتر، وده هينعكس عليكم بالتبعية. كمان ده وقت مثالي للتركيز على الاستثمارات والديون المستحقة. لو ليكوا فلوس بره أو مستنيين ضرائب، تعويضات أو حتى معاملات بنكية وقروض، فالحظ بيحالفكم جدا في النقطة دي. مش بس كده، الزهرة هنا بتزود الكاريزما والجاذبية الشخصية لمستوى عالي جدا، وبتحسسكم بقوة التأثير على اللي حواليكم. أنا دايما بقول إن وقت دخول الزهرة للبيت الثامن هو الوقت المثالي للاستثمار في النفس وفي الجسم. ده وقت الدلع المستحق عشان نفك كل الطاقة السلبية والضغوط اللي كانت محبوسة في جسمنا طول الشهور اللي فاتت. لازم نتكلم بوضوح وصراحة عن رغباتنا وقيمنا مع الناس القريبة مننا، ونخلي فكرة إننا نكون منفتحين وصريحين حاجة مريحة ومش مخيفة. لكن لازم نكون واقعيين، المشوار فيه محطة صعبة شوية في الأول لما الزهرة تعمل تربيعة مع بلوتو في البرج. اللحظة دي ممكن تظهر مخاوف قديمة أو تروماز من الماضي، وممكن تحسوا برغبة في التعمق أكتر في الأمور. بس في حاجة مخوفاكم، هل هو خوف من انكسار القلب ولا خوف من فقدان الاستقلالية؟ المهم إننا ما نخليش الخوف ده يوقفنا، لأن بعد المحطة دي الأمور بتبدأ تبقى أسهل بكتير. الجميل بقى إن الزهرة هتعمل اتصال سعيد مع المشتري في بيتكم العاشر، وده معناه انفراجة كبرى في الشغل والكارير. ممكن تلاقوا نفسكم بتتفاوضوا على مرتب أعلى، أو بيجيلكم بونص، أو حتى فكرة مشروعكم الخاص بتبدأ تنجح وتجيب تمويل محترم. في فلوس وتطور مهني في الطريق، فخليكم مستعدين لاقتناص الفرص. وفي نهاية الرحلة دي الزهرة هتقابل أورانوس في برج الثور، ودي المحطة الأخيرة والنهائية لتحول أورانوس اللي استمر سنين. السنين اللي فاتت شفتوا فيها طلوع ونزول كتير في الفلوس والمشاعر، صدمات غيرتكم نفسياً وفتحت عينكم على حقائق كتير. اللحظة دي ممكن تجيب بريك ثرو أو انفراجة مفاجأة كنتوا مستنيينها من زمان، سواء كانت مادية أو فكرة إبداعية هتغير مساركم تماماً. وبلاش تخافوا من اللي جاي، الفترة دي مش بس عن الفلوس أو العلاقات، اكتشاف قوتكم الحقيقية والتحرر من كل اللي فات. ولو عجبكم الكلام ده ومحتاجين نتابع مع بعض حركة الكواكب وتأثيرها اليومي، اشتركوا في القناة وفعلوا التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. واكتبوا لي في التعليقات إيه أكتر حاجة نفسكم تتحرروا منها في الفترة دي.